السلام عليكم، ازيكم يا حلوين؟ النهارده رجعت لكم فيديو جديد ازاي نعمل السمكه دي سهله قوي للمبتدئين، وهسيب لكم كل الادوات اللي استخدمتها في صندوق الوصف. لايك وسبسكرايب، يلا نشوف بتتعمل ازاي. اول حاجه هنعمل عقده بدايه، وهي ان احنا بنلف الخيط لفتين على ايدينا وندخل الابره من تحت الفتله الاولى ونسحب الفتله التانية ونطلع بيها. هنعمل 11 سلسله. بعد ما خلصت ال11 سلسله بتاعتي هفوت اول غرزه وهبدأ من تاني غرزة أعمل غرزة حشو. أنا في الغالب بحب أشتغل على ظهر السلاسل، ولكن انتوا طبعا براحتكم تقدروا تشتغلوا على السلاسل نفسها عادي. هعمل أول غرزة غرزة حشو، والغرزة اللي بعدها غرزة نص عمود، والغرزة اللي بعدها غرزة عمود بلفة، والتلات غرز اللي جايين هعمل في كل غرزة منهم غرزة عمود بلفتين. بعد لما بخلصهم هعمل غرزة عمود بلفة، وبعدين غرزة نص عمود، وبعدين غرزة حشو، والغرزة اللي متبقية عندي الأخيرة دي هعمل فيها غرزة منزلقة، وهي دي الغرزة اللي أنا هعمل فيها الجزء الأخير من السمكة، يعني هي دي الغرزة اللي أنا هشتغل فيها. كده أول جزء خلص معايا. الخطوة الجاية إن أنا هرتفع 3 سلاسل، وبعدين هعمل غرزة عمود بلفة في نفس الغرزة اللي أنا عملت فيها غرزة منزلقة، وبعدين هعمل 3 سلاسل، وبعدين هقفل بغرزة منزلقة في نفس الغرزة اللي أنا عملت فيها العمود بلفة. كده أول جزء من الديل خلص معانا. هنعمل الجزء التاني بنفس الطريقة بالظبط، وهي عبارة عن إننا نرتفع 3 سلاسل، وبعدين هعمل غرزة عمود بلفة واحدة في نفس المكان اللي احنا شغالين فيه، وبعدين هعمل 3 سلاسل واقفل بغرزة منزلقة في نفس المكان. وده كده شكل الديل. هنشتغل بنفس الترتيب اللي احنا كنا شغالين بيه. في الأول هنعمل غرزة حشو هنا، دي أول غرزة معايا، هعمل في الغرزة دي غرزة حشو، وطبعا الخيط القصير اللي ورا ده احنا هنشتغل عليه بدل ما نضطر نقف في الآخر وننضفه. الغرزة اللي بعد غرزة الحشو هنعمل غرزة نص عمود، وبعدين هعمل غرزة عمود بلفة، والتلات غرز اللي جايين هعمل فوق كل واحدة غرزة عمود بلفتين.
بفكركم لو في اي حد متلخبط في اي غرزة من دول هتلاقي فيديوهات بالتفصيل لكل غرزة على القناة بتاعتي، اتفرجي عليهم وبعد كده تقدري تنفذيها بكل سهولة. بعد ما خلصت 3 غرز عمود بلفتين هيتبقى عندي 3 غرز. هعمل في اول واحدة غرزة عمود بلفة، واللي بعدها غرزة نص عمود، واخر واحدة غرزة حشو. وبعدين هشد الخيط لبره وهقصه، وكده نبقى خلصنا اول جزء من اجزاء السمكة. هقص الخيط وبعدين هستخدم ابرة التنظيف علشان اساوي الخيط ده واداريه، شده لبره كده. هجيب ابرة التنظيف وادخل طرف الخيط جواها، وبعدين هدخل الابرة من تحت اول غرزة، من تحت اول حرف في كده، واشد الخيط. وبعدين هدخل الخيط تاني في الغرزة اللي الخيط طالع منها، اللي هي الغرزة الاخيرة، هدخلها بقى في نصها. وهنا هيتكون عندي شكل غرزة زيها زي اللي باقيين، وكده النهاية مش هتبان معاكي. تعالي بقى نشوف هنداري الخيط في الظهر ازاي. اول حاجة الخيط القصير ده احنا خلاص هنقصه، لان زي ما قلت لكم احنا اشتغلنا عليه، فبالتالي ده هيسهل علينا خطوة ان احنا ننضفه. همشي بقى بحتة الخيط اللي معايا تحت الغرز كده، اهم حاجة ان هي ما تبقاش باينة من الناحية التانية، يعني هنمشي عليها من ظهر الغرز او من تحت الغرز، المهم ان هي ما تبقاش باينة من الوش، هي كده كده بلون الخيط بس عشان ما يأثرش على شكل الغرز. بعدين هقص الخيط القصير ده، وكده يبقى اول جزء من السمكة خلص معانا. طبعا لان الجزء ده لوحده ضعيف قوي، فاحنا هنعمل جزء تاني زيه بالظبط ونخيطهم في بعض، بس الجزء التاني مش هنقص الخيط على طول، لا الجزء التاني احنا هنسيب قد 20 سنتي كده من الخيط وبعدين نقصه. وحتة الخيط اللي احنا سبناها دي هي اللي هنستخدمها في خياطة جزئين السمكة ببعض. وبعدين هنشد الخيط لبره كده، وهنستخدم برضو ابرة التنظيف علشان نعمل الجزء اللي فوق ده زي الجزء التاني. الخيط القصير ده برضو مشيت عليه فبالتالي هقصه. بنفس الطريقة اللي فاتت هدخل ابرة التنظيف من تحت اول غرزة، وبعدين اشد الخيط كويس لبره، وبعدين هدخل بإبرة التنظيف في نص الغرزة الأخيرة كده واشد الخيط لبره. وهنا بقى مش هنحتاج ان احنا ننضف الخيط في الظهر، لان الخيط ده اوريدي احنا هنستخدمه في الخياطة، فهنجيب برضو إبرة التنظيف وهنستخدمها في خياطة الجزئين دول ببعض، وطبعا هنخلي الوش هو للبره. هستخدم إبرة التنظيف عشان اخيطهم ببعض، وطبعا الجزء ده شابك اوريدي، فبالتالي هدخله عند حرف الفي اللي قصاده. المفروض ان انا باخد حرف في من هنا وحرف في من هنا واخيطهم ببعض. طبعا الجزء ده هنا بالفعل ماسك، فبالتالي انا هدخله في اللي في وشه على طول. وبعدين اجي عند حرف الفي اللي جنبها وادخلها في حرف الفي اللي في وشها برضو بالشكل ده، وبعدين اطلع ابرة التنظيف من الناحية التانية واشد الخيط، واللي جنبها نفس الكلام، حرف الفي اللي جنبها مع حرف الفي اللي قصادها من الناحية التانية وخيطهم ببعض. بلاش الخيط يبقى مرخي قوي او مشدود قوي، لو مرخي هيخليهم متفرقين عن بعض، ولو مشدود هيخليهم مكرمشين، فبالتالي هو لازم يبقى متوسط. وهفضل اكمل بنفس الطريقة لحد ما اوصل للسلاسل اللي احنا كنا عاملينها عشان اوريكم هندخل من تحتها ازاي. يبقى كل حرف في مع حرف الفي اللي قصاده، يعني كل غرزتين قصاد بعض.
بالنسبة للسلاسل بقى احنا هنمشي على السلاسل زيها زي اللي باقيين، يعني اول سلسلة من هنا مع اول سلسلة من الجزء التاني من السمكة، وبرضو تاني سلسلة مع تاني سلسلة من الجزء التاني من السمكة، وهكذا. حتى غرزة العمود اللي احنا عاملينها هنبقى غرزة عمود من هنا مع غرزة عمود من هنا بنفس الطريقة بالظبط وبدون اي اختلاف لحد ما نوصل لاخر حتة. هنا بعد لما خلصتها خيطت كل الاجزاء مع بعض، الخيط بتاعي مش مشدود قوي والحمد لله برضو هو مش باين لان احنا كده كده مخيطين بنفس اللون مش بلون مختلف، فبالتالي برضو دي ميزة كويسة. الخيط اللي باقي ده هنحاول نداريه كده بين الجزئين، يعني حاولي برضو ما يبقاش باين علشان ما يأثرش على شكل الغرز زي كده. وبعدين نشد الخيط من الناحية التانية ونتأكد ان هو برضو مش مشدود قوي علشان ما يأثرش على الغرزة اللي فوق، وبعدين نقص الخيط. وكده تبقى السموكة بتاعتنا خلصت. تسلم ايدكم. ويلا بقى نحط التاتش الاخير. طبعا هو عادي جدا ان احنا نعملها بالكروشيه، ولكن اسهل قوي ان احنا نشتري النص خرزة دي من عند محل مستلزمات الخيوط، عادي هتلاقوها موجودة ويعني سعرها بسيط جدا. يعني هنجيب اي لزق ونحط منه نقطة بسيطة جدا، وخدوا بالكم عشان اللزق لما بيكتر بيأثر على ملمس الخيط، فبالتالي هي نقطة صغيرة قوي واللزق قوي بيلزق على طول. يعني نحطها كده في الاول. وطبعا تقدري تحطي واحدة تانية الناحية التانية لو انتي مثلا هتعلقيها في حتة وهتستخدميها كميدالية، تقدري تحطي واحدة تانية. وبس كده يا حبايبي، فيديو النهاردة خلص. اي حاجة تانية عايزين تتعلموها اكتبولي في الكومنتس عشان نتعلمها مع بعض، وهستنى رأيكم عشان يساعدنا نتطور اكتر. وبس كده، لايك وفولو وسبسكرايب وفعلي الجرس عشان يوصلك كل جديد. اشوفكم الفيديو الجاي.